أنا عايزكم تشوفوا الفيديو ده لآخر ثانية عشان الفيديو ده فيه مفاجآت كبيرة جدا. طبعا حمدي طلع على الفيسبوك وعلى اليوتيوب في منشور صغير كده وقال: يا جماعة استحملوني شوية ومعلش الفيديو طول شوية، ولكن الفيديو هينزل النهاردة بالليل، يعني يوم الجمعة بالليل انتظروه. وبعد كده قال في حاجة تاني، قال: ربنا يشفيني. حمدي عنده شوية تعب بسيط جدا جدا، ولكن حب يستغل التعب ده. عمل ايه بقى؟ هو كده دخل المستشفى، عمل كل حاجة والمقلب وكملوا في المستشفى. يعني المستشفى او التعب كان جزء شوية من المقلب. وعايز اقول لكم حاجة كمان، حمدي عمل الفيديو ده مونتاج بنفسه. الفيديو ده متصور ب 17 او 12 كاميرا، لسه حتى الان مش متأكدين بالظبط عدد الكاميرات اللي الفيديو متصور بيها. ولكن عايز اقول لكم حاجة صغيرة كده. حمدي قال: انا لازم اخلي وفاء تبعد عن اي مقلب تحاول تعمله فيا تاني. وبالفعل وفاء لما طلعت اتأسفت كتير، قالت: أنا مش هعمل مقالب تاني في حمدي عشان زعل من المقلب ده. وطبعا حمدي ما زعلش ولا حاجة، حمدي حب يعمل مقلب ويرد الوفاء. وفعلا لما بكى وكده، مش عارف بقى كان حاطط قطرة ولا شوية بصل كده خلوه يعيط. ولكن زي ما قلت لك إن كل ده مقالب. وطبعا زي ما قلت لك تاني، منساش تعمل لايك للفيديو ده. عايز افهمك حاجة كمان، كل المقالب اللي حمدي وفاء بيعملوها بيكون متفق عليها. اي نعم، الفيديو ده حتى الان وفاء ما تعرفش عنه اي حاجة. يعني هي عارفة ان حمدي كويس وكل حاجة، ولكن ما تعرفش ايه طبيعة المقلب بالظبط وايه اللي هيحصل بالظبط. عشان كده النهاردة استنوا بالليل في